بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يبقى الحديث عن الروح من طرائق عدة. هل الموتى يعلمون شيئا عن حال أهل الدنيا؟ قال بعض العلماء إن الإنسان إذا مات ربما التقت روحه بروح من سبقه من الموتى، فيخبر هو ما استجد من أحوال ووقائع قبل موته وبعد موتهم، فيخبرهم بها. وقال بعضهم إن ما يحدث الآن من التقاء أرواح الأحياء بالأموات كما يحصل في الرؤى هذا نوع من تلاقي الأرواح. وقد ورد أن رجلا كان بين بيته وبين المقبرة مسجد، بين المسجد وبيته مقبرة، فكان يمر في الطريق على المقبرة ويقول: اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم، في كل طريقه، يعني إذا غدا أو راح يدعو لأهل المقابر. وذات يوم ذهب إلى المسجد ونسي أن يدعو بهذا الدعاء، فلما أمسى ونام رأى أصحاب القبور قد أتوه يلبسون ثيابا بيضا ويقولون له: إن الله جل وعلا كان يفرج عنا بدعوتك لنا. ومن هنا يعلم أن الموتى ينتفعون أعظم انتفاع بدعاء الأحياء لهم، ولو لم يكونوا ينتفعون لما أمرنا الله جل وعلا أن ندعو للموتى. والله لما أثنى عن بعض الصالحين على بعض الصالحين من عباده قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وشرع لنا أن نأتي المقابر فنسلم على أهلها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي الحديث: إنه ليسمع قرع نعالهم. فعالم الأرواح عالم مستفيض كبير جدا، والأمر فيه كما قال الله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد قال ابن سينا: إن الروح إذا علقت بالجسد ألفته، مع أنه لا يوجد أحد اختار الجسد الذي دبت روحه فيه، هذا كله بقدر الله. فإذا ألفت الروح الجسد وجاء وقت النزع تكون المشقة في الخروج لأنها قد ألفت الجسد. قال ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. هذه القصيدة عارضها شوقي بقوله: ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقن لبرقعي. ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقن لبرقعي.